هلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم امي امواتنا جميعا. لأول مرة تشوفيني، انا ياسمين ودي قناتي، اتمنى تشتركي فيها. يلا بينا نبدأ الفيديو على طول. النهاردة هعمل لكم ايه بقى؟ الملوخية. اقول لكم انا فرستها ازاي. الملوخية طبعا رخيصة، تقدري تفرزي كميات عشان رمضان. كل سنة وحضراتكم بخير. جبت حلة على النار، تمام. فيها مية. اول ما بدأت تغلي حطيت الملوخية طبعا، وانتي اوريدي اصلا غسلاها. وهي على طول تبدأ بالغليان كده. هنقوم حاطين رشة بيكربوناتو. التركاية دي هما تركتين في الملوخية، في تفريز الملوخية النهاردة. أول تركاية رشة البيكربوناتو، ده هيخلي الملوخية ما شاء الله خضرها باين، وما تغمقش مننا. تمام. أول ما بدأت تغلي كده خلاص، يدوبك من 3 ل5 دقايق غليان على النار، مش أكتر من كده. هنصفيها، هنجيب مصفى وهنصفيها، بس ما ننزلش عليها. دي بقى التركايه التانية اللي قلت لكم عليها. اوعي تنزلي عليها بميه عاديه، لا، لازم تدي للملوخيه او ورق الملوخيه لازم تديله صدمه، علشان برضو يحافظ على الخضار بتاعه. هنحط له ميه ساقعه، سواء انت حاطه تلج او ميه ساقعه. اهم حاجه ما تبقاش ميه عاديه، او تغسلها بميه الحنفيه كده علشان ما تغمقش مننا. بصراحه انا معتمده الطريقه دي بقالي فتره، وفي طريقه تانية ان شاء الله هبقى انزلها لكم في فيديو تاني علشان ما يطولش مننا الفيديو. زي ما قلت لكم كده، انا صفيتها، حطيت على طول الميه الساقعه، عملت لها تشوك كده، صدمه ليها علشان تحافظ على الخضار بتاعها. وعلى طول على الكبه. تمام. اللهم بارك. دي طريقه انا بعتمدها على طول، وبفرز على طول منها كميات. وما بصراحه دي اسهل طريقه بالنسبه لي. وما تنسوش طبعا وانتوا بتعملوا الحاجات دي، لإلاف قريش إلافهم، ربنا يصلح لكم الحال ويوسع رزقكم، اللهم امين. على الكبه حطيتها وفرمتها كده في فرمه خفيفه، علشان ما تبقاش ناعمه قوي ولا خشنه قوي. بصوا هنا بوريكم قوامها، يعني عايزه اقول لكم ان هي ممكن عايزه تتاكل كده، يعني من خضرها اللهم بارك، كانت حلوه قوي. فرستها بقى على طول، حطيتها في اكياس ثلاجه. وبعدين وانا بحط اكياس التلاجة بفرش الملوخية فيها جامد كده، زي الصلصة او زي البصل لما بنيجي نفرزه. بنحطه متساوي كده في الكيس كله، مش بنحط الملوخية كده على بعض ونقفل الكيس، لا، تبقى متساوية كده بشكل مستقيم، علشان اولا ما تاخدش مكان في الفريزر عندك. ثانيا لو انت عايزة تطلعي منها جزء، يا دوبك بتكسري حتة منها وتقومي واخداها زي الصلصة. انا بعمل كده والبصل برضه. بوريكم بقى هنا، بص نزلت انسيابيه ازاي في الكيس، اللهم بارك. بس وبعدين حطيتها بقى في الفريزر. بعديها بقى بكام يوم كده، عايزه طبعا اجربها لكم. انت هتقولي لا دي ممكن تغمق، لا والله يا جماعه صدقوني، لو مشيتوا بالتفاصيل دي مش هتغمق منكم. وهتنسي بقى المخرطه خالص، انك تجيبي بقى مخرطه وتقعدي تخرطي والكلام ده. انا اصلا من عشاق المخرطه، يعني بحبها جدا جدا، يعني من ساعه مامتي الله يرحمها، وانا بحب كده اشوفها وهي بتخرط، فانا واخده يعني الموضوع ده منها. فحسيت ان انا استغنى عن المخرطه دي حاجه، لا، حاجه صعبه قوي، بس فعلا والله اعتمدت الطريقه دي، سهله جدا ومنجزه. جبتها بقى هي مفرزه، كانت متلجه. وبعدين حطيتها، سبتها يا دوبك تفك شويه، وحطيت لها الشوربه، اللهم بارك، لا سقطت ولا غمقت. شفت لونها عامل ازاي؟ خضار، اللهم بارك، خضار زرعي. لو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش بقى بلايك وسبسكرايب للقناه. بصوا بسم الله ما شاء الله بقى الطشه بتاعتها، انا شامه ريحتها، شمنها. اللهم بارك، والف هنا يا رب وشفا على قلوبكم، وكل سنه وحضراتكم بخير. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.